من احلى الاكلات الشتويه هي شوربه العدس. اول الجو ما يبرد من هنا زي الايام دي كده تلاقي كل البيوت عامله عدس. في بقى ناس بتعمله فته او بشعريه او شوربه كده عاديه. المهم في الاخر ان تلاقي الكل عامل عدس. العدس ليه فوائد كتيره جدا، هو اساسه بروتين طبعا لما بنضيف له خضار، فكده احنا علينا القيمه الغذائيه بتاعته، بقى بروتين وخضار في اكله واحده. طبعا لو عايزين كمان نشويات بنضيف له شعرية أو نعمله بعيش محمص. ليه طرق كتيرة جدا. شوفوا طريقتي النهاردة ويلا تابعوني لآخر الفيديو. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب أو اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. المكونات بسيطة خالص. عندي كوباية عدس أو ربع كيلو عدس، جزر، بصل، طماطم، توم، فصوص توم صحيحة، معلقة كمون ومعلقة ملح ومعلقة زبدة، وهحتاج معلقتين شعرية وبصلاية متقطعة تقطيع صغير. بس كل ده لما نسوي العدس الأول. أول حاجة هعملها هحط معلقة الزبدة وهحط عليها الخضار أشوحه كويس، البصل والجزر والفصوص الثوم والطماطم، وهحط شوية كمون كده يعلوا التست معايا شوية، وهقلبهم يتشوحوا شوية. تشويحة الخضار دي بتفرق جدا في طعمه. بعد كده هحط كوباية العدس وأقلبه برضو وأشوحه معاه شوية. طبعا أنا بجهز مية مغلية، هنزل عليهم دلوقتي مية مغلية. وهسيبه يستوي لحد بقى ما يستوي. هنقطع العيش ده عشان احمصه في الفرن. ممكن نحمره في الزيت عادي، بس انا عايزاه برضو خفيف شوية فهحمره في الفرن احسن. هقطعه بالشكل ده. بعد كده هحط عليه رشة فلفل اسود ورشة ملح ورشة كمون ومعلقة زيت، وهقلبهم كويس جدا في بعض وادخلهم على فرن حرارته عالية. برضو الفرن انا مسخناه بقاله شوية. وهنا عندي خلاص كده العدس استوى. لما بعرف ان هو استوى من الخضار اللي فيه، لما بلاقيه طري خالص يبقى هو كده كمان العدس استوى. سيبته يبرد شوية. لو عندنا هاند بلندر مش لازم يبرد، ممكن نعمله في الحلة بالهاند بلندر على طول. لو في خلاط نعمله بالطريقة دي اللي انا هقولكوا عليها، نسيبه يبرد شوية عشان الخلاط ما يبصش، وابدأ افرمه كله في الخلاط. هفرمه في الخلاط بالشكل ده. وفي نفس الحلة اللي انا كنت سالقة فيها العدس هرجع العدس تاني فيها. شايفين السمك بتاعه عامل ازاي؟ لحد هنا احنا ممكن نحط له ملح وكمون ونسيبه يغلي، وكده تبقى شوربة عدس عادية خالص، تبقى خفيفة جدا للناس اللي عاملة دايت. لحد هنا حلوة جدا ومغذية وسعراتها الحرارية قليلة جدا. هنا بقى هنعمله بشعرية. مش هكتر الشعرية او دول بالظبط معلقتين شعرية. الشعرية لما بتكتر بتتقل العدس زيادة عن اللزوم، فدول معلقتين الشعرية على الربع كيلو عدس. حمرتهم بالشكل ده لحد ما وصل اللون الذهبي. في تركاية هنا بقى حلوة قوي، هحط عليهم مية مغلية علشان الشعرية ما تكلكعش معايا وانا بقلبها. هي كده طلعت النشا اللي فيها واستوت في قلب المية. لو عندنا مرقة طبعا وحطيناها بتبقى حلوة قوي. الطشة بقى بتاعت العدس، هحط هنا بصلاية مع معلقة زبدة صغيرة وشوية زيت وهحمرهم، ومعاها كمان فصين توم مقطعهم تقطيع عادي زي كده بالسكينة. هحمرهم كلهم كويس، التوم مع البصل. وهنا العدس سايباه يسخن على نار هادية او يغلي. حطيت الشعرية بعد ما اتشربت المية اللي انا حطيتها وهقلبها كويس.
كده بقى الشعرية مش هتكلكع معايا خالص ولا هتلزق تحت ولا اي حاجة خالص. والملح والكمون. العدس ما بنحطلوش اي بهارات خالص غير الملح والكمون، وطشيته بالطشة الحلوة بتاعتنا اللي احنا لسه عاملينها دي، البصلاية مع الثوم، وهقلبها وكده تبقى جاهزة معايا. انا بقى حمرت شوية بصل زي بتاع الكشري، قطعت بصلاية وحطيت عليها شوية دي وشوية فلفل اسود وقلبتهم وحمرتهم زي بصل الكشري بالظبط، وحطيتها على الوش كده بالشكل ده. وبكده اكون خلصت احلى طبق شوربة عدس ممكن تعملوه. كده احنا دخلنا كذا طريقة مع بعض، ممكن الشوربة لوحدها زي ما وريتها لكم، او بالشعرية زي انا ما قلت لكم كده. ممكن بقى الفتة هنحط العيش وهنحط عليها العدس دوت وخلاص، على كده بقت فتة عدس. بس احنا بنفضلها اكتر بالطريقة دي. وده العيش المتحمص طلع، طبعا هو لونه فاتح لان هو متحمص مش متحمر. اللون الذهبي اللي بنلاقيه جنب شوربة العدس ده بيبقى متحمر في الزيت. ونكمل الجريمة بقى بشوية بصل اخضر كده حلوين، ودي احلى غدا شتوي لذيذ يدفينا في الجو البرد اللي احنا فيه ده. وكده ابقى خلصت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب او اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.